لو حابب تتفرج على ملخص الحلقة الأولى هتلاقيها في اللينك اللي فوق ده. بعد ما علي وحسين اكتشفوا ان ابوهم متجوز اتنين، ما بقوش عارفين ايه المصيبة اللي هم فيها دي وازاي هيتصرفوا فيها، والاهم من ده كله هيعملوا ايه مع امهاتهم. واكيد كل واحدة فيهم هتبقى حابة تروح تزور جوزها في العناية، خصوصا ان كل واحدة فيهم ما شافتش من جوزها الا كل خير، وكان حنين جدا معاهم وطيب وعلى طول بيعمل لهم اللي هم عايزينه، ومش مخلف نفسهم حاجة ولا حتى بيبخل على حد من عياله بأي حاجة. فعلي وحسين اتفقوا انهم لازم ينظموا مواعيد الزيارة بتاعت كل واحدة فيهم عشان محدش ياخد باله من حاجة. وفعلا الامور كانت ماشية كويس في الاول، بس مع مرور الايام كل واحدة فيهم بقت تروح لوحدها من غير ابنها. ونعناع ام حسين اتعرفت على احسان ام علي، ومش بس كده، دي عزمتها على بسكويت وشاي. بس محدش فيهم كان يعرف انهم متجوزين نفس الراجل ده. هي نعناع كانت رايحة المستشفى، وكانت احسان نازلة من على السلم بعد ما زارت جوزها والضغط بتاعها وطي فكانت تقع، فنعناع لحقتها وتعرفوا على بعض وخدوا نمر بعض. وعلي وحسين اتفاجئوا ان امهاتهم اتعرفوا على بعض، وكانوا فاكرين ان كل حاجه اتكشفت، بس الحمد لله ربنا ستر. بس الوضع ما فضلش زي ما هو كده، لان ابوهم طلع من العنايه وراح اوضه عاديه، فمواعيد الزياره بقت مفتوحه. واحسان دخلت على جوزها الاوضه لقت نعناع قاعده وبتاكله ببقه كمان، فقالت لها انت ايه اللي جابك هنا؟ وعلي وحسين جم هما كمان، ونعناع واحسان ما بقوش فاهمين اي حاجه، لحد اما عمر قال لي احسان انه متجوز نعناع من 20 سنه. فكل واحده منهم طلعت فيه بقى، ونعناع قالت له بقى انا عشان وحدانيه تعمل فيا كده؟ وقال ايه كنت بتمثل عليا طول الوقت وتقول لي شغال في شركه بتيول؟ واحسان قالت له ايه الكذب والقرف ده؟ ما كنت قلت لنا من زمان وريحتنا من القرف والكذب ده. والاتنين الستات سابوه ومشيوا بعد ما عرفوا ازاي وافق بينهم، وقال لهم انه كان قايل لاحسان انه عنده ارض وبيزيحها وعشان كده كان بيغيب عنها بالاسابيع، وكان قايل لنعناع انه شغال في البتيول وعشان كده كان بيغيب عنها بالشهور. المهم بعد ما الحدوته كلها ظهرت وبانت، عمر قال لعياله انا نفسي محدش فيكو يشيل شيلتي، لاني بعت الارض بتاعتي عشان اقدر اصرف عليكو واعيشكو في المستوى اللي انتوا فيه ده، بس الفلوس خلصت واتدينت وما بقتش عارف اسد اللي عليا، ويا ريتها جت على قد الفلوس وبس. ده ظهر لي شيطان ما عرفتش اهرب منه. اولا ابوهم شغال في الطب الشرعي، وجاله واحد اسمه مسعد بلطجي وطلب منه انه يزور ادله في الطب الشرعي. ولو انت متابع اللي حصل في الحلقه الاولى فهتعرف ان المسلسل بدا بجريمه قتل واحده اسمها حبيبه، واللي اتهم في قتلها الدكتور اللي كانت شغاله عنده اللي اسمه صفوت. فمسعد ده بقى طلب من عمر انه يحط خصلات شعر من صفوت في ضوافر حبيبه عشان يثبت عليه التهمه. وكان عمر حاضر جلسة الحكم، وأول ما اتحكم على صفوت بالإعدام عمر ما استحملش وطب ساكت، وجات له الجلطة اللي كانت هتجيب أجله كمان. وكمان بينت السر اللي كان مخبيه بقاله 20 سنة. فعمر بعد اللي حصل قال لولاده إنه إن شاء الله بكرة هيروح وهيعترف بكل حاجة، وكمان معايا دليل يثبت كل كلامي. ساعتها بقى باب الأوضة كان مفتوح، وواحد من اللي شغالين مع مسعد سمع كل حاجة وقال لمسعد، ومسعد طلع شغال مع المحامي بتاع صفوت اصلا مجدي حشيش، وهتلاقيهم هما الاتنين كانوا عايزين يلبسوا التهمه لصفوت. ومسعد قال لمجدي اخلص عليهم كلهم، فمجدي قال له لا يا متخلف انت، العيال ذنبهم ايه؟ وبعدين طالما مفيش دليل يبقى كلام ملوش لازمه، خلي عينك على عمر واعرف ايه هو الدليل. بس مسعد معرفش يوصل للدليل، فقام بعت واحد من رجالته وخلص على عمر. وبتخلص على كده الحلقه الثانيه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس اعمل كومنت عشان ابطل.